صديقي المشاهد، شنو اللي ممكن يجمع ما بين حرب طائفية، فيلم باك تو ذا فيوتشر، و25 كيلو من الكوكايين؟ قصتنا اليوم هي أقرب إلى الخيال من الواقع، لكنها قصة واقعية. قصة شخص وصل إلى أعالي السماء ليجد نفسه لاحقا في القاع. صديقي المشاهد، هذه قصة جون ديليريان. في البداية طبعا لازم نتعرف على بطل قصتنا، جون زكري ديليريان. ولد بالعام 1925 بمدينة ديترويت في ولاية ميشيغان، ابن لمهاجر روماني يعمل في أحد مصانع فورد للسيارات. جون تربى بحي متواضع وشاف شلون أن صناعة السيارات استطاعت أن تبني مدينة ديترويت. جون من صغره كان ولد ذكي متميز بالرياضيات والعلوم. في عام 1948 حصل على شهادة الهندسة الصناعية من معهد لورنس، ليتبعها بعد ذلك بشهادة في هندسة الميكانيكا من معهد كرايسلر، ثم ختمها ببكالوريوس إدارة الأعمال من ولاية ميشيغان. صديق المشاهد، أنت الحين في الخمسينات من القرن الماضي، أنت يا تصير مهندس، يا تصير مسوق، يا تصير مدير أعمال. تجمع الثلاثة؟ لا. جون كان متميز لدرجة أنه تم قبوله بسرعة في شركة جنرال موتورز بالعام 1956. جون تمكن بأنه يثبت في فترة قياسية بأنه مو مجرد مهندس عادي. صديق المشاهد، جون صمم سيارة البونتياك جي تي او اللي هي تعتبر أول سيارة بمصر الأمريكية. الفكرة يمكن تبين بسيطة اليوم، لكنها كانت ثورية بذاك الوقت. خذ انجن V8 وخلف شاسي صغير، والنتيجة مبيعات ما شاء الله. مو بس هذا، أيضا شارك بتصميم سيارة البونتياك فاير بيرد، وأيضا سيارة شيفروليه كامارو، والسيارتين أيقونات بحد ذاتهم. فأنت تتكلم عن شخص استثنائي، نجاح من بعد نجاح، أرباح بالملايين، وشعبية طاغية داخل الشركة وخارجها. شعبية صديقي المشاهد جعلت اسم جون ديليريان معروفا لدى جميع الجرائد والمجلات في الولايات المتحدة. وهذا النجاح كله تكلل بأن بالعام 1965 أصبح جون أصغر رئيس لبراند بونتياك بتاريخ جنرال موتورز. مع دخول جون ل40 من عمره أصبح واحد من أقوى رجالات جنرال موتورز، يعني ما تنرد له كلمة في الشركة. لكن جون كان مختلف عن باقي المدراء. بالعادة تشوف المدير لابس بدلة، ربطة عنق، لكن جون كان يجي فري ستايل، جينز وقميص مفتوح إلى ما شاء الله. حياته تقدر تقول إنها كانت أقرب إلى مشاهير هوليوود من رؤساء الشركات، وهذا أدى إلى خلق أعداء كثر لجون داخل الشركة. مع بداية السبعينات توترت العلاقة جدا ما بين جون وإدارة شركة جنرال موتورز. جون كان يشوف بأن GM أصبحت بيروقراطية وتقتل الإبداع، وبالجهة الأخرى جنرال موتورز ترى بأن جون شخص متهور ويحب الشهرة أزيد من اللازم. إلى أن أتى تاريخ 16 إبريل من عام 1973 ليعلن جون ديليريان استقالته من شركة جنرال موتورز بالصحف الأمريكية. جون تخلى عن مميزات كان يحلم بها أي مدير في جنرال موتورز. صديق المشاهد، جون ديليريان كان متوقع بأن يكون رئيس جنرال موتورز القادم، فإذا به يرمي كل هذا عرض الحائط ويخرج في مغامرة مجنونة وراء حلمه. شنو حلمه تسألني؟ بأن يبني سيارة المستقبل، يبنيها من خلال شركة يصنعها هو من الصفر. The reason is simple. The most important project in his life is yet to be accomplished. There will be no rest for DeLorean until he finishes doing what no one else in the history of modern business has dared attempt: to design, build, and sell his very own automobile from scratch. صديق المشاهد، اللي ما تعرفه إن ما في أي شركة قدرت إن تسوي هالشيء من العام 1921. يعني ما كان في أي شركة باستطاعتها تنافس جنرال موتورز أو فورد.
صديق المشاهد، بالعام 1975 أعلن جون ديليريان عن تأسيس شركة ديليريان موتور كمباني بالصحف الأمريكية. ولأن جون شخص داهية في التسويق، قرر أنه يسرب البروتوتايب لسيارته الأولى DMC-12. صديق المشاهد، الصحف الأمريكية قامت وما قعدت. أول مرة في حياتهم يشوفون سيارة بهذا التصميم، سيارة مصنوعة بالكامل من ستانلس ستيل وأبواب تفتح للأعلى. السيارة كأنها خارجة من فيلم خيال علمي. صديق المشاهد، أنت في منتصف السبعينات من القرن الماضي، الناس ما كانوا متعودين على هالتصاميم الغريبة، فلك أن تتخيل الضجة والإثارة اللي أحدثها هذا التصميم في الصحف الأمريكية. Well, here it is, unquestionably the most talked about car here at Motor Fair, the DeLorean. And with me here, Mr. John DeLorean. Mr. DeLorean, they tell me that you're the best salesman in the world. If I came to you, how would you sell me one of your cars? Well, I think number one, the allegation that I'm a great salesman is a gross exaggeration. وهذه بروحها كانت أقوى دعاية لسيارة جون ديليريان الجديدة. السيارة صممها المصمم الإيطالي المشهور جويرجاتو. هذا الشخص كان استثنائي، صمم سيارات لفراري وصمم سيارات لفولكس واجن، والحين قرر انه يصمم سيارة المستقبل لجون ديليريان. مغامرة جون ديليريان في الإعلام أتت بثمارها بقوة، انهارت الحجوزات على سيارة DMC-12 حتى قبل البدء بخط الإنتاج. ليتبعها بعد ذلك بحملة تسويقية ضخمة جدا بالجرائد المجلات وفي التلفزيون الأمريكي. The DeLorean. Gull-wing doors rise effortlessly, beckoning you inside. The sleek, stainless steel DeLorean. Beautifully crafted for long life. The DeLorean is one of the most awaited automobiles in automotive history. Drive the DeLorean. Live the dream today. الكل كان في انتظار سيارة المستقبل DMC-12. صديق المشاهد، خلنا نتعرف على سيارة المستقبل DMC-12، يعني خلنا نعرف مواصفاتها. الانجن V6 2.8 لترز من تصميم 3 شركات عملاقة، بيجوت، رينولد وفولفو. وهني يبين لك حجم النفوذ اللي كان يمتلكه جون ديليريان بهذا الوقت. هيكل السيارة الخارجي كان مصنوع بالكامل من ستانلس ستيل، يعني لا تقشر ولا طلاء. أما الهيكل الداخلي فكان مصنوع من الفايبر كلاس بالكامل، وهي تقنية مستعارة من صناعة الطائرات. وعلى فكرة، معلومة على الهامش، رقم 12 في DMC-12 كان يشير إلى سعر البيع في السوق الأمريكية، حيث كان من المخطط أن يتم بيع السيارة $12,000 أمريكي. لكن مع الوقت راح اكتشف جون بأن هذا شيء مستحيل. نرجع حق قصة ديليريان. الحين عنده 3 أشياء: الإعلام، التصميم المستقبلي، واسمه الأسطوري. باقي شيء تقدر تقول عنه مهم شوية، التمويل. رغم كل هذه الضجة اللي افتعلها جون، لكن استطاع أن يحصل على تمويل بقيمة $25 مليون فقط. وهذا المبلغ تقدر تفتح فيه وكالة سيارات، لكن مستحيل انك تبدأ خط انتاج بمثل هذا المبلغ. جون كان يحتاج على الاقل $80 مليون. دخلنا بالعام 1976، وكان جون ديليريان في خضم مناقشات مع حكومة بورتوريكو عشان يحصل على تمويل بقيمة $25 مليون. وفجأة صديق المشاهد، تأتي الفرصة لجون ديليريان من آخر مكان ممكن أن يتوقعه أي مستثمر في العالم، إيرلندا الشمالية. تفاجأ جون ديليريان بطلب من الحكومة البريطانية متمثلة بسكرتير إيرلندا الشمالية روي منسون بضخ استثمار يقدر $120 مليون بمصنع ديليريان. وطبعا صديق المشاهد، مثل ما تعرف ما في شيء ببلاش، فكان هناك 3 شروط يجب أن يوافق عليها جون ديليريان. الشرط الأول أن يتم بناء المصنع بإيرلندا الشمالية. الشرط الثاني أن يتم حصول على نسبة أرباح من كل سيارة DMC-12 تباع. والشرط الثالث والأهم بأن يتم توظيف 2500 إيرلندي بمصنع ديليريان. الشرط الثالث
في تفصيلة صغيرة راح أقول لك عنها. الوظائف 2500 لازم تكون مناصفة ما بين المسيح الكاثوليك والمسيح البروتستانت، وهذا الشرط لا نقاش فيه. ليش؟ لأن أيرلندا الشمالية بذاك الوقت كانت تعيش واحدة من أسوأ مراحل تاريخها، كانت تعيش حرب أهلية بمعنى الكلمة، قتال في الشوارع، تفجيرات بشكل يومي، بطالة ارتفعت إلى 17%، الوضع كان مشتعل، والحكومة البريطانية كانت يائسة، فكانت بتدور على أي حل عشان توقف هذه الاشتباكات، والحل كان بتوفير وظائف. طبعا صديقي المشاهد تعرف بأن بريطانيا بأي محل تحتله تزرع فتنة طائفية، لكن هذه المرة لندن اشتعلت بالنيران التي هي أشعلتها، فكان لابد من العثور على حل سريع وفعال لهذه الأزمة. وطبعا ما كان في أي رجل أعمال عاقل يغامر بأن يقوم ببناء مصنع بهذه المنطقة بذلك الوقت، لكن جون ديلوريان كان مضطر، إذا كان يريد تحقيق حلمه لازم يغامر. تمت الصفقة وتم ضخ مبلغ 120 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الإيرلنديين داخل شركة جون ديلوريان. صديقي المشاهد، هذا كان يعتبر أكبر برنامج دعم صناعي بتاريخ بريطانيا بذلك الوقت. يعني كالعادة الحظ كان حليف فتى ديترويت الذهبي إلى أن تم بناء المصنع. حينها صديقي المشاهد الحظ راح يهجر ديلوريان ولن يعد إليه مرة أخرى. صديقي المشاهد بالعام 1980 أخيرا تم الانتهاء من بناء مصنع جون ديلوريان، بني على مساحة تقدر ب61,000 متر مربع. المصنع كان يعتبر الأحدث بذلك الوقت في أوروبا، لكن المصنع الحديث كان فيه تفصيلة غريبة جدا ما أعتقد صارت في أي مصنع، راح أقول لك عنها. المصنع تم بناؤه في الحد الفاصل ما بين مدينتين، مدينة توينبرغ اللي كان غالبيتها من المسيحيين الكاثوليك، ومدينة دامري اللي كان غالبيتها من المسيحيين البروتستانت. يعني كان هناك باب خاص للكاثوليك وباب خاص للبروتستانت. طبعا صديقي بذاك الوقت كان العنف الطائفي في أوجه، وكان هذا هو الحل المنطقي عشان يمنعون أي مشاكل أو اشتباكات على بوابة المصنع. الغريب صديقي المشاهد والجميل في نفس الوقت بأن لأول مرة ترى المسيح الكاثوليكي والمسيح البروتستانتي يعملون جنبا لجنب بمصنع ديلوريان. الكل كانوا سعداء بهذه الفرصة، وهذا دليل قوي بأن أي مشكلة في أي دولة إذا قدرت تقضي على البطالة راح تنتهي هذه المشكلة من تلقاء نفسها. مصنع ديلوريان كان مفروض أنه يكون منارة للسلام والتقنية الحديثة. السلام ممكن، التقنية الحديثة هذه فيها كلام ثاني شوي. المشكلة الأكبر كانت في المان باور، الستاف. جون قام بتوظيف 2000 إيرلندي، معظمهم عمرهم ما اشتغلوا في أي مصنع، فما بالك اشتغلوا في مصنع تجميع سيارات حديثة، لأن لم يكن هناك أي خبرات متراكمة أو صناعة سيارات بإيرلندا الشمالية بذاك الوقت. وهذا أدى صديقي المشاهد إلى ظهور عيوب كبيرة منذ بداية أول خط تصنيع للدي ام سي 12. عيوب في تركيب الألواح الخارجية، إلى عيوب في الأبواب اللي تفتح للأعلى، إلى أعطال كهربائية مستمرة. وما توقفت المشاكل إلى هذا الحد. بالعام 1981 امتدت أعمال الشغب إلى سور شركة جون ديلوريان. بليلة واحدة تم إلقاء 140 زجاجة مولوتوف على المصنع، مما أدى إلى اشتعال حريق أحرق الرسومات الأصلية وأحرق ملفات الموظفين، وهذا أدخل الشركة في فوضى إدارية عارمة. وكانت في مشكلة أيضا بأن جون ديلوريان وعد بأن يتم الانتهاء من بناء السيارة بوقت قياسي وصعب جدا. مع كل هذه المشاكل والضعف لدى عمال جون ديلوريان اضطر بأن يلجأ إلى شركة لوتس كي تصنع له الهيكل ونظام التعليق. وطبعا هذا الشيء أدى إلى تعديلات متأخرة، وأي تعديلات متأخرة في خط إنتاج السيارة راح يضطر الموظفين إلى الارتجال مع كل سيارة. فأتوقع تخيل شنو صار. ولهذا خرجت أغلب سيارات دي ام سي 12 بعيوب تصنيعية كبيرة،
من مطار ديلوريان إلى فتح 3 مراكز للجودة بالولايات المتحدة بكاليفورنيا ونيو جيرسي وميشيغان. يعني الرجل بنى 3 مصانع. شنو شغلتهم؟ يستلمون السيارة من المصنع الإيرلندي، يفلونها كامل، يعدلونها ويطرشونها على المعرض. يعني 3 مصانع يعدلون شغل المصنع الأصلي. وهذا طبعا أدى إلى ارتفاع التكاليف بالملايين. صديقي المشاهد، وصلنا لمنتصف العام 1981. أخيرا تم إطلاق سيارة DMC. الغريبة أن رغم كل هذه المشاكل اللي قلت لك عنها، السيارة شهدت نجاحا أوليا مذهلا. قوائم الانتظار كانت طويلة، والبعض كان يدفع مبلغ زود بس علشان يقدر يمشي سيارة المستقبل. مثل ما قلنا المبيعات طارت، لكن مثل ما توقعت عقب كم شهر تغير الحال. طبعا صديقي المشاهد، في أسباب كثيرة سببت هذا الهبوط في المبيعات، من أهمها التوقيت. السيارة خرجت في أسوأ توقيت ممكن. العام 1981 شهدت أمريكا واحدة من أسوأ حالات الكساد الاقتصادي منذ الكساد العظيم. هذا أدى إلى شنو؟ ارتفاع أسعار الفائدة على قروض السيارات، فالناس بدأت تتوجه إلى السيارات الرخيصة وتركت عنها السيارات الرياضية والفاخرة. والسبب الثاني طبعا كان السعر. السيارة كان المفروض تم بيعها بسعر $12,000 أمريكي، لكن مع كل التكاليف الإضافية اللي خبرتك عنها ارتفع هذا السعر إلى $25,000، وأحيانا قد يصل إلى $30,000. يعني بذلك الوقت سعر DMC 12 اللي هي سيارة توها نازلة السوق أغلى من البورشه 911 وضعف سعر الشيفروليه كورفت. وطبعا صديقي المشاهد، الضربة الثالثة كانت أداء السيارة نفسها. على الرغم من شكل مستقبلي، لكن كان أداء السيارة على الطرق ضعيف جدا. سيارة V6 2.8 لتر تطلع لك 130 حصان فقط. كان بذاك الوقت سيارات أمريكية عائلية بنصف سعر الديلوريان وتنتج هورس باور أزيد منها. طبعا ما كان السبب ضعف مهندسين جون ديلوريان، بالعكس هو كان عنده أذكى العقول. لكن السيارة تم صنعها بإيرلندا الشمالية، يعني تم اعتبارها كسيارة أجنبية رغم أن مصممها أمريكي. فهيئة الانبعاثات الأمريكية فرضت عليها قوانين خنقت المحرك وخلته ينتج 130 حصان فقط. يعني تخيل السيارة كانت تحتاج إلى 10 ثواني عشان توصل من 0 إلى 60. طبعا مع كل هذه المشاكل والأعطال، الورد اوف ماوث انتشر. المجلات اللي كانت تمدح في ديلوريان في البداية ما رحمته. الريفيوز كانت كلها سيئة عن السيارة. طبعا مع الوقت انتشر قصص الأعطال. تقريبا جميع السيارات اخترع فيها الالترنيتر. الأبواب اللي تفتح للأعلى الجول وينج كانت تعلق بالزبائن داخل السيارة. كهرباء السيارة كانت تقتل البتري في 24 ساعة فقط، يعني تشتري السيارة بعد يوم واحد بدل لها بتري. حتى شبكات التوزيع كانت السبب في هذا الفشل. استراتيجية جون ديلوريان كانت أنه ما يمتلك وكالة خاصة للسيارة، كان معتمد على وكلاء جنرال موتورز وفورد بأنهم يقومون بالبيع عنه. طبعا مثل ما قلنا أمريكا دشت في الكساد العظيم، فقام أصحاب المعارض بالتركيز على السيارات الأقل كلفة وتركوا سيارة DMC 12 مركونة بدون أي اهتمام. وفوق هذا جون ديلوريان ارتكب خطأ قاتل. يا أخي أنت شايف المؤشرات كلها سلبية، تقوم برفع الإنتاج؟ هو كان متوقع بأنها أزمة وتعدي وراح يرجع السوق إلى ما كان، لكنه كان غلطان. مع كل هذا صديقي المشاهد، امتلأت الموانئ والساحات بسيارات DMC 12 اللي ما حد كان يبي يقرب منها. صديقي المشاهد، مع حلول منتصف العام 1982 كانت الشركة قد نفذت منها السيولة المالية بالكامل، حتى انها عجزت بانها تسدد حتى طلبات الموردين. جون ديلوريان توجه مرة ثانية إلى الحكومة البريطانية طالبا منها دعم إضافي، لكن رئيسة وزراء بذاك الوقت مارغريت تاتشر رفضت هذا الطلب بتاتا وقالت له خلاص ما في فلوس.
لذلك وضعت الحكومة البريطانية المصنع تحت السلطة القضائية في محاولة يائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومثل ما توقع صديق المشاهد، هني يبتدي الجزء الأكثر درامية من قصة جون ديلوريان. هني الدش مخدرات. صديق المشاهد، لك أن تتخيل شلون كان جون ديلوريان يائس بذاك الوقت. كان محتاج إلى مبلغ 17 مليون دولار علشان على الأقل يحاول أن ينقذ شركته لو بشكل مؤقت. وهني يدش حياة جون ديلوريان مخبر اسمه جيم هوفمان. هوفمان كان تاجر مخدرات سابق، ثم قرر أن يعمل كمتعاون مع السلطات الأمريكية، وكان يبحث على تلك القضية الأخيرة اللي يختم فيها مسيرته. وطبعا جون ديلوريان كان الضحية المثالية، مليونير يائس يدور على أي طريقة عشان ينقذ حلمه. رسم جيم هوفمان خطة مدتها 5 أشهر للإيقاع بجون ديلوريان. طبعا جون هوفمان سوى روح الصديق اللي جاي ينقذ حلم جون ديلوريان، إلى أن اقتنع جون ووافق على المشاركة بعملية بيع 25 كيلو من الكوكايين. هذه العملية كان راح يكون مردودها 25 مليون دولار، يعني بيحصل المبلغ وفوق زيادة. وافق جون على طول. هوفمان كلم الاف بي اي وقال لهم الطير وقع بالفخ. بال19 من اكتوبر من العام 1982 يجتمع جون ديلوريان مع مخبرين الاف بي اي اللي كانوا مسوين روحهم تجار مخدرات امام شنطة مليئة بالكوكايين. طبعا الغرفة كانت مليئة بأجهزة التنصت والكاميرات. كانوا مخبرين في انتظار اللحظة التي يضع فيها جون ديلوريان يده على الشنطة كي يكون متلبسا، إلى أن أتت هذه اللحظة وقال جملته المشهورة This is better than gold. وفي لحظات سريعة لكنها لابد كانت بطيئة وثقيلة جدا على جون ديلوريان. دخل عملاء الاف بي اي إلى الغرفة رقم 501 من فندق الشرف. مستر ديلوريان You are under arrest. بلحظة واحدة صديق المشاهد انهار عالم جون ديلوريان بالكامل، وانهارت معه أحلامه. طبعا الخبر كان مثل القنبلة في الصحف الأمريكية. جون ديلوريان فتى ديترويت الذهبي يتاجر بالمخدرات. ثم ليتم إغلاق مصنع جون ديلوريان بإيرلندا الشمالية بنفس اليوم، ويتم بيع كل ما فيه بالمزاد العلني من سيارات وقطع غيار. نصل للمحاكمة اللي كانت في بداية العام 1984. طبعا ما احتاج اقول لك صديقي المشاهد بان هذه كانت واحدة من اشهر المحاكمات في ثمانينات القرن الماضي. محامي جون ديلوريان كان لديه حجة غريبة جدا ومختلفة. ما انكر الجريمة وما انكر بان جون ديلوريان كان متواجد معهم في نفس الغرفة، لكن المحامي قال بكل بساطة بان الحكومة الامريكية هي التي صنعت الجريمة. وإذا بتفكر فيها صديق المشاهد كلامه صحيح. الحكومة الأمريكية هي التي صنعت الجريمة، هي اللي دفعت جون ديلوريان إلى التفكير بارتكاب جريمة لم تكن على باله من البداية، وهو ما يسمى بالقانون الأمريكي entrapment. وبعد عدة أسابيع من المداولات أخيرا تم النطق بالحكم غير مذنب not guilty. خرج جون ديلوريان من قاعة المحكمة بذاك اليوم رجلا حرا، لكنه قد خسر كل شيء، كل ما بناه هذه السنين من ثروة واسم أسطوري. صديقي المشاهد، أبيك تشوف هذا اللقاء اللي حدث مع جون ديلوريان بعد خروجه من المحكمة، بعد صدور حكم البراءة. أبغيك تركز بنبرة الانكسار في صوت الرجل. Well, outside of the fact that I've aged about 600 years in the last two, and that life as a hard-working industrialist has been tattered and torn. I don't know, would you buy a used car from me? بالعام 1985 حدثت مصادفة غريبة جدا. بعد سنة من محاكمة جون ديلوريان نزل فيلم باك تو ذا فيوتشر في السينما. الفيلم كسر جميع الأرقام القياسية بذاك الوقت.
الفيلم كان من إخراج روبرت زيمكس ومن إنتاج العالمي ستيفن سبيلبرغ. طبعا صديق المشاهد، أي واحد يتابع أفلام ما يحتاج تشرح له شنو معنى فيلم باك تو ذا فيوتشر. الفيلم أصبح أيقونة في عالم السينما. العالم كله شاف سيارة فضية تطلق لهب أزرق وتسافر عبر الزمن. شنو السيارة؟ DMC-12. وأدخل سيارة DMC-12 كأشهر سيارة مستقبلية في عالم السينما. بين ليلة وضحاها أصبحت السيارة الفاشلة اللي ما كان أحد يبي يقرب صوبها إلى أشهر سيارة في العالم. الكل أصبح يتهافت لشرائها بعد أن كان من عامين الكل يحاول يتجنبها. سخرية القدر. صديق المشاهد، جون ديلوريان أخيرا تمكن من صنع سيارة المستقبل. الفيلم أدخل مبلغ $381 على شباك التذاكر، وكان هذا يعتبر رقم قياسي بذاك الوقت، ولا تزال الأرباح تنهال على المنتجين إلى يومنا هذا. لكن المفارقة الحزينة صديق المشاهد بأن جون ديلوريان الرجل الذي صنع سيارة المستقبل لم ينل دولارا واحدا من كل هذا النجاح، والسبب خسر جميع الحقوق الفكرية للسيارة. الشركة أصبحت مفلسة، ما تقدر تطالب بأي شيء. السيارة أصبحت أسطورة، اليوم تباع بمبلغ يصل إلى $80,000، وإذا كانت من السيارات المشاركة بالفيلم لا سقف للسعر. كل هذا وصاحب السيارة خارج الصورة تماما. مع نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديدة، حاول جون ديلوريان بأن يعود للساحة بتصميم سيارة جديد DMC-2 بمحاولة يائسة لأن يرجع اسم ديلوريان إلى الساحة، لكن لم يستطع الحصول على أي تمويل. ما حد رضى يغامر باستثماراته ويا جون ديلوريان مرة ثانية، فأصبح جون ديلوريان يعيش ما بين الديون والقضايا إلى أن أتى العام 2005 حيث توفى جون ديلوريان وحيدا في شقته. نهاية حزينة لشخص كان يعتبر في يوم من الأيام أسطورة في عالم السيارات. وهنا نأتي صديق المشاهد إلى الجزء الذي يثير الجدل. في ناس اعتبرت جون ديلوريان بأنه شخص سبق عصره، رجل حاول أن يطيح بكبار صناع السيارات، لكن هناك رأي آخر، رأي يقول بأن جون ديلوريان باع أحلام أكبر من استطاعته، ضيع أموال دافعي الضرائب الإيرلنديين اللي هم كانوا في أشد الحاجة إليها مقابل أن يركض وراء حلم مجنون. حتى قضية المخدرات صديق المشاهد، حتى لو حصل على البراءة القانونية، يبقى هناك السؤال الأخلاقي. هل يجوز لشخص مثل جون ديلوريان أن يفكر حتى بمناقشة صفقة مخدرات؟ بالنسبة لي أنا أقول لا، ما في أي شخص له الحق بأن يجازف بأموال الناس وأن يجازف بحياة الناس ببيع المخدرات. صديق المشاهد، تبقى قصة جون ديلوريان واحدة من أغرب القصص بالعالم. قصة طفل فقير من ديترويت وصل إلى القمة بجنرال موتورز، ثم إلى بناء سيارة المستقبل، إلى غرفة مليئة بالمخدرات، ثم إلى الخلود السينمائي بسيارة بنتها هوليوود. أحيانا الواقع أغرب من الخيال. صديق المشاهد، تركت لك المصادر بأسفل الفيديو، الرجاء للاطلاع عليها، ورجاء مشاركة الفيديو بقدر الإمكان عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. معاكم أخوكم أبو حسن، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة ثانية على المكشوف.